السلام عليكم خواتاتي. اليوم جبت لكم وصفة هايلة وبنينة بزاف من الحلويات التقليدية، وهي المبرجة. وهذه حلوى معروفة بنعومتها وطعمها الرائع، ما تحتاج بزاف وقت ولا مكونات معقدة. إذا حابين تضيفوا لمسة تقليدية لسهراتكم العائلية والمناسبات، تابعوني خطوة بخطوة باش تحضروها بنجاح. بسم الله، نبدأ على بركة الله. عندنا 3 كيلات نتاع السميد متوسط، السميد عادي تاع الدار، عادي اللي تخبزي به الكسره. عندي نصف كيلة نتاع فارينه كيما كنتو تشوفوا، وراح نضيف كيلة نتاع ماغارين ديما. هذه ماغارين ديما يا البنات جربتها في الطمينه وجربتها في الرفيس يا البنات، تجي ما شاء الله، تجي بنينه بنينه بزاف. وزدت جربتها في المبرجه، ما نحكي لكمش، جات واحد الطعم رائع جدا. مليون ما نكذبش عليكم، مليون هذا ماغارين ديما نشريها، ماغارين ديما روعه البنات. بون كيما كنتوا تشوفوا ذوبت ماغارين ديما، وهنا راح نكملها بالزيت. كملوها بالزيت حتى نشوفوا بلي حيسيح. ديروا شويه ملح، بسوا العجينه تاعكم مليح هكذا بهالطريقه، وديروا هالطريقه. اذا تشكلتكم كره يعني راهي مبسه، المبرجه تاعك هي مبسه وما تخافيش. هنا نفس الكيله اللي كيت بها كيله تاع ماغارين، راح نضيف كيله نتاع حليب. راح نعطيكم مقادير مضبوطه، وراح تجي تذوب في الفم وتجي مبسه وتجي ما شاء الله. صدقوني هذه الوصفه دائما معتمده عليها، ديما ندير هذه الوصفه تاع المبرجه وما نبدلهاش. ما نكذبش عليكم، كنت ندير وصفات بكري ونديرهم ساعه تنجح لي ساعه ما تنجحليش، بصح هذه الوصفه اللي نجحت لي وبقيت ديما نعتمد عليها. بون كيما كنتوا تشوفوا بعد ما بسست مليح كيما قلت لكم المبرجه، راح نضيف كيله تاع حليب بهالطريقه. ما تخافوش اذا جاتكم جاريه، ما تخافوش عادي. ومن بعد راح تخليها كوتي، ما تجي تحكمي، ما تجي تروحي توسي داك الغرس تاعك، تعجنيه شويه هكذاك الغرس، تعاودي تولي العجينه تاعك تشرب كما ديك الكيله تاع الحليب. في هذه المرحله من بعد حطيها كوتي وروحي هذيك الغرس تاعك عجنيه بالمسار. هنا ما حبيتش نسيت نوريكمش هذا المقطع، وقلت نوريكم هنا كي تخلطوا السميد خلطوه مليح مع الفارينه. قلنا درنا 3 كيلة تاع السميد ونصف كيلة تاع فارينه، وديري كيلة تاع ماغارين دايبه، وديري كمليها بالزيت، فهمتوني هكذا باش تشوفوا، وكيلة تاع الحليب. هنا حبيت نقول لكم برك المبرجه هذه هي المقادير المضبوطه، ما كاين حتى مقادير اخرى. هذه الوصفه حتولي وصفتك المعتمده. كيما كنت تشوفوا خلطوا مليح، ديري حفره، وهذيك الزبده تاعك الذائبه خلطيها مليح هكذا مع التشيشه تاعك، عفوا مع السميد تاعك، خلطيهم مليح حتى تحصلي على عجينه، وخلطي مع الحليب حتى تحصلي عجينه. العجينه تاعك ما تخافيش كي تجي مفدوغه، حطيها كوتي. ومن بعد تحبي ديري المبرجه تاعك ديريها طبقه واحده، كيما كنا بكري نديروا طبقه واحده، نديروا عجينه من تحت ونديروا غرس من في الوسط وعجينه من الفوق. انا هنا درت 2 طبقتين كيما كنتوا تشوفوا. هذه المبرجه وهنا فصلتها بهذا المول، هذا المول هايل عجبني بزاف، يفصل لك المبرجه تاعك ما يقعدوش كامل يشيت. وما حبيتش نطول عليكم الفيديو، ما نكذبش عليكم. طيبت المبرجه تاعي، طيبتها كيما طيب الكسره عادي، طيبيها في الطاجين، طيبيها وتجي حميمره وتجي ما شاء الله وتجي تذوب في الفم. ما حبيتش نطول عليكم فيديو، قلت باش ما تملوش. يعني سهله المبرجه كيما قلت لكم، وصفه تقليديه كانوا بكري الناس يديروها زمان. ما احنا في البرج احنا معروفين بالبراج، احنا في ولايه برج بعراريش معروفين بالبراج، وقيلاش كي تسمونا احنا برج بعراريش تانمو معروفين بالبراج تاع المبرجه الذوب في الفم. نديروها احنا في الربيع، كنا نديروها في الربيع ونروحوا نربعوا، بصح دوكا ولينا نديروها كما نقولوا في اي مناسبه تالمو بنين. وتقدري كيما قلت لكم مش شرط ديريها في الربيع ولا ديريها في اي مناسبه، كي تسخفي على المبرجه ديري مبرجه لوليداتك. كيما قلت لكم المبرجه راهي فيها الغرس، والغرس هو مفيد لوليداتنا في التركيز في الحفظ. ديرهم شويه مبرجه. كيما قلت لكم درت المبرجه، درت انا نهار دخلوا ولادي يدخلوا يقراو، وزدت عاودتها تالمو بنينه بزاف. وهكذا حضرنا مع بعض وصفه المبرجه السهله ولذيذه والذوب في الفم. كي تجربوها خبروني في التعليقات واش رايكم وكيفاش طلعت معاكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الدعم القناه باللايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وهذا هو الشكل النهائي. كما قلت لكم درت 2 طبقتين، جات تذوب في الفم، جات ما شاء الله المبرجه جزائريه حلوه تقليديه سهله بمذاق لا يقاوم. انا نخليكم على خير، دمتم في رعايه الله وحفظه.